برنامج عطائكم لعيال الله. فكرة كلش بسيطة وما تاخذ وقت، وهي من خيرات الله للعوائل المتعففة. نزور بيها الأكثر العوائل المتعففة والمستحقة، وخصوصا بشهر رمضان، شهر الرحمة، تفتح بيه هواي أبواب. ومن ضمن هاي الأبواب برنامج عطائكم لعيال الله. انطلاقتنا الأولى إلى قضاء سومة لعائلة متعففة. هاي العائلة عندهم طفل مريض ونايم بالفراش، ومتوقفين على مبلغ أجور العملية. هي من خيرات أهل الخير. إن شاء الله بدعمكم المعنوي والمادي نقدر نزور ونوصل لأكثر من العوائل المتعففة والمستحقة، وبالخصوص لحالات الطارئة وفي شهر رمضان. السلام عليكم، شلون صح أخبارك؟ أنت عملية إن شاء الله ابنك؟ والله عقب باكر. عملية ابنك عقب باكر. خويا احنا عندنا برنامج او فكرة اللي هي اسمها عطائكم لعيال الله. هاي من اصحاب الحال الميسور، من الناس اللي متمكنين، من الناس اللي الله رازقهم انه المفروض ما تنسى هاي العوائل المتعففة، خصوصا بشهر رمضان. احنا اليوم جينا من الدغار سومر، انا اعرف ظرفك واعرف تفاصيلك واعرف امورك. هاي هدية مقدمة من 2 اشخاص، شخص من الدغارة وشخص من خارج العراق. هو من الدغارة بس هو اصلا من الدغارة بس ساكن خارج العراق. فهاي مقدمة من دول الثنين، هدية لبنيك، وان شاء الله يقوم بألف سلامة. ينتهي عمليته عقب باكر ان شاء الله، يقوم بألف سلامة بحق محمد وآل محمد. هاي ان شاء الله الهدية من اصحاب الخير، انه توصوا والدته ما تنساهم بالدعاء، خصوصا بهذا الشهر. تفضلوا ان شاء الله بألف سلامة بحق محمد وآل محمد.